في أخبار عبد القادر الجيلاني، رجل عالم من علماء الحنابلة ورجل صالح. هذا الرجل مرة راح يتمشى في البرية. ليش يتمشى في البر؟ أحسن، يعني ذهب للسياحة القلبية. فبينما هو في الصحراء إذ عرضت له سحابة، يعني الآن السماء ما فيه إيش؟ ما فيه سحاب، عرضت له سحابة. هذه مذهلة ولا غير مذهلة؟ مذهلة. ثم تبدت له في السحابة صورة في السحابة، ثم قال له يا عبد القادر. صار كم مذهل الآن؟ سحابة، بعدين في السحابة، بعدين فيها مخاطبة 3، بعدين المخاطبة باسم من؟ باسمه هو. قال له يا عبد القادر إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فجمع بصاقه ثم بصق عليه، قال اخسى يا عدو الله ما أنت إلا إبليس. شوف كل هالمشهد هذا. حنا الواحد لو يطلع الآن برا يلقى سيارته منظفة، واحد نظفها بالغلط قال هذه كرامة ما وراها. فهذا الرجل حصلت له هذه كلها ثم بصق فيه وقال اخسى يا عدو الله. فقال له يا عبد القادر قد أضللت قبلك 70 عابدا فبأي شيء عرفتني. شوف 70 عابد مرة ويتمشون في الصحراء كل واحد عنده عبادة وتأله، أضلهم. قال ذلك أني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العلم. ولذلك ثبات الدين في الناس وقوته ودفع الفتن عنهم وحصول الألفة ولزوم الجماعة والتآخي والمودة والرحمة هو في العلم الذي يبين لهم دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.